السلام عليكم الناس، مرحبا بكم معايا اليوم في المطبخ اسيل نور. اليوم ان شاء الله حندير معكم عصير الجزر كما راكم تشوفوا. غنجي بزاف هايل هذا العصير ومغذي في نفس الوقت. اذا هنا عندي كميه من الجزر حوالي رطل وتقطعتها بهذا الشكل. راح نديرها تتبخر على الماء، يعني حنفورها باش نغليها. عندي هنا كاس حليب، عندي نص كاس سكر، واثنين علب من الياغوت بذوق المشمش. يعني الذوق هنا اختياري، يمكنك تعوضيه بالخوخ. وعندي هنايا تقريبا نص عندي هنايا لتر ونص من الماء. اذا الان نبدو على بركه الله، راح نفور الجزر وبعدها نرجع معكم. اذا هنا بعد ما اني فورت الجزر كما راكم تشوفوا، يعني طيبته تماما. الان راح نحيه في الميكسير. راح نضيف الجزر ونضيف معاه نص كاس سكر، يعني هنا السكر على حسب الذوق. راح نضيف نص كاس، وهنايا كاس حليب. راح نخلط كامل هاد المكونات مع بعض. اذا الان نضيف عليه 2 علب ياغوت بذوق المشماش او الخوخ، يعني هذا الياغوت اختياري على حسب الذوق. انا هنا اخترت ذوق المشمش. اذا نطحن هذا الياغوت مع الجزر. الان راح نضيف الماء. اذا هذا العصير والتعال وجد. اذا هذا هو العصير الجزر راهو جد كما راكم تشوفوه، جا هايل ما شاء الله في الذوق. نتمنى انكم تجربوه. هنا بالنسبه للكثافه، يعني تحبيه ثقيل ولا خفيف، يعني على حسب ما بغيتي نتيا في الماء. انا هنايا درته ثقيل، يعني جا هايل بهذه الطريقه. راح نفرغ لكم باش تشوفوه. اذا ها هو، ان شاء الله يعجبكم وتجربوه. ومزيد من الوصفات ما عليكم اشتراك في قناتي وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد من مطبخ اسيل نور. دمتم في رعاية الله وحفظه، والى اللقاء.